احنا نبات نصيح الدوري العراقي بمواهب وبلاعبين محليين. هذا الدليل. سيف رشيد من اللاعبين اللي انا جيت اليوم اتفرج عليه وعلى المتاخر مال القاسم. هاللاعبين الاثنين هو والمتاخر مال القاسم، مبروك عليه انسحب منتخب اولمبي لان عمره يسمح له اولمبي، واتمنى له الموفقيه. لاعب محترم. انت من اي محافظه عمي؟ انا من قضاء بغريب، اطراف بغداد. يعني انت قريب عليك القرمه، نادي القرمه. صح. والله عمي تستاهل ضد القاسم. الله يوفقك. عمي لاعب محترم وان شاء الله شوف عنده عروض اوروبيه يا قاسم. وين؟ عنده عروض اوروبيه يستاهل. ان شاء الله انصحه ياخذ له عقد حلو. كل واحد نصحناهم قبل سابقا على العروض الاوروبيه فشلوا بها، بس هذا اللاعب انا اتمنى له الموفقيه لان لاعب يستاهل وحلو ورجع دورينا ولاد. دوريك في بعد لاعبين اكثر من البطل، لان انا اكو شهاده راح اقول لك اياها للتاريخ. طلعوها ها؟ والله جمهور الاردن قالوا لي كلمه ليس بدماغي بعتي من ربنا محصور. قال والله عمي الف رحمه على والدي مدربكم السابق اللي ما جاب لا قوقيه ولا محمد قاسم ولا سجاد بالتصفيات الاوليه. قلت له عم عندنا بعد اكثر من ذولا. هاي من ربنا محصور. واشكرك واشكر قناتك والاخ علي نوري وهاي القناه المن هم مشكورين. سيف رشيد من اللاعبين الموهوبين، وتذكروا هذا اللاعب الرقم اللي يحمل 77 نادي القاسم، ويستاهلون نادي القاسم. العام انطونا دوري للشرطه من غلبوا الجويه، والسنه هم انطونا دوري للشرطه من غلبوا الزوراء. هم متفضلين على الشرطه. موفقين. يعني ماكو مجامله، الاعلام انه يصيحك ويطلب منك لقاء وما يهدي المشجع والغير انه يدل على انه انت لاعب مميز، لاعب ممتاز، لاعب قدمت اوراقك بشكل لافت هذا الموسم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يسعدنا ويشرفني يعني هذا المديح من حضراتكم. الحمد لله والشكر، يعني اجتهدنا وعملنا ورب العالمين مستحيل يضيع تعب احد. انا كنت واثق انه الحمد لله يا ربي، كنت واثق انه راح تجي هاي اللحظه رغم يعني مطبات الحياه اللي ممكن القريبين مني يعرفون يعني سيف رشيد الظروف اللي يواجهها، لكن الحمد لله والشكر ونوعد جمهورنا والتسهيل من رب العالمين انه القادم راح يكون افضل. انت جيت للقاسم من القوه الجويه صح؟ لا جيت من امانه بغداد. اي بس قبلها جيت بالقوه الجويه. جيت بالقوه الجويه. عانى هذا الموسم بدون اي مهاجم، ويعني كانت عنده موهبه مثل سيف رشيد. والله يعني هم ما عندهم يعني عصا سحريه انه راح يعرفون سيف هيجي راح يصير او فشي. انا ما احمل. اتذكر سجلت وياهم. انا ما احمل اي شخص مسؤوليه يعني، بس يعني هو يعني ممكن مرات تصير خيارات، ممكن وجهه نظر عند البعض يعني مو مثل وجهه نظر، يعني الوجهات النظر مختلفه يعني. شنو سر تفوقك وتميزك هذا الموسم؟ والله الفضل لرب العالمين ثم زملاء اللاعبين يعني، والمدرب اعطاني ثقه، وانت من تمتلك الثقه يعني تقوم تبدع. يا مباراه مهمه كانت لك وحبيت هذا الموسم؟ والله كل المباريات يعني كانت صعبه ومهمه بالنسبه لنادي القاسم، لان يعني تعرف شوي اسلوب لعبنا يعني ما نحصل فرص هواي، لكن الحمد لله والشكر وفضل لرب العالمين انه من جاي نحصل جاي يعني. مباراه الزوراء لهم؟ اي اكيد يعني. اي ممكن يعني الزوراء نادي يعني كبير وجماهير اكيد اعتز بهاي الاهداف على الزوراء واتمنى لهم التوفيق. سمعنا بموقع التواصل انه هناك عروض اوروبيه من دورات متقدمه في الدورات الاوروبيه. والله صح يعني اكو عروض، لكن بعد المباراه ان شاء الله ويا الشرطه، ورا المباراه ان شاء الله نحدد الوجهه المقبله، واتمنى رب العالمين يرزقنا الاختيار الصح. من الدوري الالباني. الدرجه الاولى يعني مع بايرن ميونخ. حلو. الالباني مو الماني. الباني. اي يعني متواصلين مع وكيلي بالاضافه الى الدوري السعودي، يعني التفاصيل يعني صارت بين وكيلي ووالدي. انا يعني خارج يعني مركز على مبارياتي ومخلي يعني والدي ووكيلي هم يعني يتفاوضون. والله يعني هو اكيد يعني اي انسان يطمح يعني انه يتطور، لكن يعني مرات يعني ممكن الظروف يعني المحيطه بك والقريبين منك يعرفون يعني مرات تصير يعني تفضل مصلحتك ومصلحه اهلك فوق الامور اللي ممكن اطورك وفشي. ان شاء الله يا رب، اتمنى رب العالمين يرزقني الاختيار الصح. يعني اكو عروض محليه ماكو؟ اي موجوده. من؟ والله بعد ما اقدر اقول لك انا هسه. ايوه. والانتخابات شنو اخبارها وياك؟ الاولمبي الوطني؟ والله ماكو تواصل. يحق لك الاولمبي ولا يحق لك؟ والله اعتقد ما يحق لي. والله. يعني عابر السن ال 23؟ تقريبا عابر. أيوة. طموحك بالجاي؟ والله طموحي ان شاء الله يا ربي امثل منتخب وطني. ان شاء الله.